ازيكم يا جدعان، معاكم معتز من قناة موبايل برو بلس. والنهارده معانا موبايل جديد من الفئة اللي بتكسر الدنيا فعلا، الهونر 400 برو. والسؤال الكبير اللي هنجاوب عليه في الفيديو ده، هل فعلا الموبايل ده يستاهل سعره اللي بيقرب بين $800 ولا لا؟ طبعا قبل ما نبدأ الفيديو اكتب لي في التعليقات هل ممكن فعلا يكون ب 800 ولا لا. أول حاجة الانطباع الأول والديزاين، أول ما تفتح العلبة وتحط إيدك على الموبايل تحس إنك ماسك حاجة بريميوم فعلا. الماتيريال المستخدم في الظهر والتصميم اللي معمول بدقة، مع حوافل اللي ملمسها ناعم، وشكل الكاميرات اللي ممتد بشكل فخم جدا. والشاشة هنا من أول لمسة ألوانها مشبعة جدا وساطعة، سواء جوه البيت أو في الشمس. فالسؤال هنا، هل من أول نظرة كده الموبايل يستاهل إنه يكون موبايل $800 ولا لأ؟ طبعا عاوز رأيك في الكومنتات. وتاني جزء معانا واللي هو الأداء والاستخدام اليومي. تعال ندخل في المهم. المعالج هنا بيقدم أداء قريب جدا من المنافسين في الفئة دي. جربنا عليه ألعاب تقيلة زي بابجي وكول أوف ديوتي، والأداء كان سلس والحرارة متحكم فيها كويس. التنقل بين التطبيقات، فتح الكاميرا، تعدد المهام، كله سريع جدا جدا جدا. أما البطارية فمع الاستخدام اليومي الكتير بتكمل اليوم عادي، ومع الشحن السريع هترجع من 0 ل100% في وقت قليل جدا. الجزء التالت بقى الكاميرات. في الظهر هنا عندك كاميرا البروفايل، في النهار الصور طالعة مليانة تفاصيل وألوان طبيعية جدا مش زيادة. وفي الليل هنا بقى بيبان الفرق، الصور مظبوطة، التفاصيل واضحة ومفيش نويز مبالغ فيها. أما الفيديو فالتثبيت ممتاز جدا، الجودة لحد 4K واضحة جدا. وكمان في أوضاع التصوير هتعجب أي حد بيحب يعمل محتوى. الجزء الرابع السوفت وير والتجربة الكاملة. الموبايل بيجي بالماجس كده او اس 9، واجهة نضجت كده جدا وبقت اسهل واسرع. وطبعا الخبر اللي هيفرح كل الناس ان الموبايل بيدعم خدمات جوجل بلاي، جوجل موبايل سيرفيس بشكل كامل. وكمان لو عندك اجهزة هونر تانية زي السماعات او البلوتوث هتحس ان التكامل بينهم سلس جدا. اللي هو ال 400 برو بيقدم لك تصميم فخم، شاشة جبارة، أداء ثابت، وكاميرات برو فعلا. لكن السعر $800 مش قليل، وده يخليه في منافسة مباشرة مع موبايلات زي نازنج فون 3 أو حتى فلاج شيب السنة اللي فاتت اللي سعرها نزل. لو أنت عايز موبايل متكامل وبتحب واجهة هونر، الموبايل ده ليك. لو بتركز أكتر في قيمة مقابل سعر، ممكن تلاقي بدائل تديك نفس التجربة بس أرخص شوية. وقول بقى في الكومنتات لو معاك $800 هتختار الهان ال 400 برو ولا هتروح لموبايل تاني. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من موبايل برو بلس. ويلا سلام.